بيمد ايده، بخيل، افكاركم مش متوافقه. الثلاث حاجات دول لو موجودين ما تكمليش في العلاقه دي. النبي عليه الصلاه والسلام تجيله السيده فاطمه بنت قيس وتقول له ان في اتنين متقدمين لها، واحد اسمه معاويه وواحد اسمه ابو جهم. فسيدنا النبي يقول لها اما ابا جهم فضرب للنساء، وفي روايه لا يضع العصا عن عاتقه. ضرب للنساء يعني بيضرب السيدات، يبقى لو بيضرب او بيمد ايده ده ما تكمليش معاه. طيب بخيل، الانسان البخيل ماديا ده هيتعبك جدا في حياتك، مش هتعرفي تتعاملي معاه. واحنا بنتكلم عن البخل مش بنتكلم ان احنا عايزين واحد مسرف وبيصرف الفلوس في الفاضي وكده، لا. احنا بنتكلم عن حد معتدل بيعرف يعني على الاقل قوي ان هو مش بيستخسر في الحاجات المهمه وهكذا. طيب افكارنا مش متوافقه، حتى لو كانت افكاره كويسه بس مش متوافقه معايا. يعني المساله هنا مش مساله افكاره وحشه او حلوه، لا. عدم التوافق ده هيخلي طول الوقت في خلافات لا حصر لها. انت عايزه تشتغلي وهو رافض الشغل وبيقول لك لا ما ينفعش وانا زوجتي ما تشتغلش، وانت بتقولي لا انا عايزه اشتغل وكذا. مش مساله بقى انت صح ولا هو غلط، مساله ان احنا الاتنين افكارنا غير متوافقه. هتفضلي طول عمرك بتعاني معاه وهو بيعاني معاكي برضه. او العكس، واحد عايز زوجه بتشتغل والاتنين يساعدوا بعض ويكملوا في حياتهم، وهي مش حابه كده، هي حابه ان هي تقعد في البيت. وبالمناسبه قعده البيت او كلمه ربة منزل بالنسبه للمراه شيء لا يعيبها تماما. طيب هي عايزه تقعد في البيت وهو لا، افكارنا مش متوافقه. ده بالنسبه لنا حاجه من الثوابت اللي ممكن تعمل خلافات كتير، وهكذا بقى قيسي على ده كتير. ومش هقولك بقى على كم المشاكل اللي بتجيلنا من بنات اتنازلوا على حاجات في فتره الخطوبه عشان هو عايز كده، وهي مش مقتنعه بس عملتها عشان بتحبه او عشان عايزاه، وبعد كده مشاكل لا حصر لها. بقى بصي بقى لقدام بتبقى في تربيه الاولاد وفي حياتنا كلها احنا مش متوافقين، يبقى كل واحد مننا يروح يدور على الحاجه اللي متوافقه معاه وهيقدر يتعايش. طيب معاها. انا هعرف الحاجات دي كلها ازاي؟ هعرفها في فتره الخطوبه. البني ادم اللي بيضرب النساء ممكن هو نفسه يغلط معاكي في مره، يقوم نغزك كده ولا عاملك زقه ولا حاجه، او انك تسمعي من حد من قرايبه. عشان كده انا دايما في فتره الخطوبه بقول للبنات خلي عينك في وسط راسك، وانت بتتكلمي مع والدته مع اخته مع حد من قرايبه بتبقي مركزه جدا في الكلام اللي بيقولوه. يعني ممكن مثلا اخته تحكي لك تقول لك ده انا عملت كذا فهو ضربني حته علقه مش عارف ايه، دي كلمه دي ما تعديش عليا. ده بيضرب اخته، يعني معنى كده ان هو انسان ضراب. اخته نفسها الاناث اللي في حياته هو مش بيقدرهم، سواء كانت اخته امه، عنده عدم تقدير للنساء. وزي ما اتكلمنا ان ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال للسيده فاطمه بنت قيس على واحد ترفضه بسبب ان هو ضراب للنساء. يعني احنا مش بنتحامل على الرجال ولا حاجه، الرجل الضراب ده على طول هو بيتفاهم بايديه، ما عندوش تفاهم بالعقل والمنطق وهكذا. ده هتعرفيه يا اما من تعامله معاكي يا اما من الكلام اللي الناس هتقوله عليه. اما البخيل فهتلاحظيه في تعاملاته معاكي برضه. علشان كده بقول لك للمره الثانيه ركزي جدا في فتره الخطوبه هو بيتعامل ازاي واولوياته ايه. هتلاقيه بيتكلم عن الفلوس كتير، مديها اكتر من اهتمامها. مش مساله بقى ان واحد بيكون نفسه في حريص شويتين، ده عادي على فكره. لكن احنا مش بنتكلم عن الحريص اللي بيحوش عشان عايز يكون نفسه، احنا بنتكلم عن واحد مدي للفلوس اكتر من قيمتها. بيتكلم معاكي كتير عن الراتب بتاعك، هم بيدوكي كام، ولو اشتغلتي في المكان ده هتاخدي كام وهكذا. بتلاقيه ان هو مهتم بالماديات اكتر من اللازم، وممكن يفوت حاجات كتيره جدا كويسه علشان خاطر الفلوس. بخيل وسوء الخلق لا يجتمعان في قلب مؤمن، فالحاجتين دول ما ينفعش نتهاون فيهم. بيضرب النساء، بخيل، افكارنا مش متوافقه، العلاقه دي ما تكمليش فيها.